السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في مطبخ شيزان تاج الدين. دلوقتي هعمل معاكم الملوخية الخضراء ازاي تعمليها. عندي هنا حوالي كيلو الا ربع، قطفته وبعدين غسلته كويس وصفيته كويس في المصفى، قعد حوالي ساعة في المصفى. وعندي 3 فصوص توم وحباية فلفل حراق، واخرطهم كويس وانعم كويس الملوخية. اهم حاجة ان انت تسيبيها تنشف في المصفى حوالي ساعة، وتغسليها كويس مرة واتنين وتلاتة، وبعدين تسيبيها في المصفى لغاية ما تتصفى، وبعدين تخرطيها حسب ما انت عايزة تخرطيها كويس، وبعد كده تنعميها. وبعدين هتحضري عندك الشوربة بتاعتك اللي هتعمليها، ان كانت شوربة فراخ او شوربة لحمة، او لو ما فيش متوفر عندك ممكن تجيبي مكعب ماجي او مكعب مرقة لحمة او فراخ. وهتحضري عندك حبايتين طماطم تعمليهم بالمبشرة، تبشريهم بالمبشرة وتسيبيهم على النار يسبكوا شوية في حلة، وتنزلي عليها بالشوربة البيون او الشوربة اللي عندك، وبعدين تنزلي عليها بالملوخية تدوب كده. انا هنعمها كويس، واول مرة تشوفينا لا ما تنسيش اللايك والشير وسبسكرايب وتعليقك الحلو والصلاة على النبي ان شاء الله، وربنا يحسن ما بين ايدينا، ويا رب كل حاجة اقدمها تنول اعجابكم. انا كده نعمتها وكده نعمتها كده كويس الدرجة اللي انا عايزاها. وبعدين عندي توم هنا هدقه، ضفت له معلقه ملح، يعني حوالي معلقتين توم، وهدقه كويس. انا بدقه في الهون، ما بعملوش في الكبه، لان ده الهون بيدي طعم ونكهه تانية. وهحضر حله فيها حبيتين طماطم تعصريهم او تبشريهم بالمبشره، ياخدوا غاليه تسبيكه كده. دي الاكله دي يا جماعه، الطريقه دي طريقه جدودنا وامهاتنا، وجربيها وبسم الله ما شاء الله طعمها جميل جدا. وهنزل عليها بالملوخيه يا دوب تقلب معاكي قلبه واحده بس، وبعدين هعمل طشه الثوم يا دوب هتغلي معايا غليه واحده بس، ما تخليهاش تغلي معاكي كتير، لان لو غلت معاكي كتير هتفصل منك وما تعملش عرق. وبعدين عندي هنا الطاسه التانية هحط فيها معلقه زبده مع معلقه كزبره ناشفه، معلقه زيت ومعلقه زبده ومعلقه كزبره ناشفه، وهنزل عليها بمعلقه الثوم اللي انا دقيتها، تحمريها كويس وتاخد معاكي كده. هنزل بالزيت ومعلقه زبده او سمنه المتوفر عندك، بس الاول تديها معلقه زيت عشان ما تتحرقش منك السمنه او الزبده. تديها الكزبره والثوم وتحوريها كويس، تنزلي معاها يبقى الكزبره والثوم مع السمنه، الكزبره الناشفه تاخد اللون الذهبي معاكي. وبعدين بعد ما تاخد اللون الذهبي معاكي يكون الملوخيه عندك على نار هاديه بعد الغليان، يعني تغلي غليه واحده بس يا دوب تقلب معاكي علشان ما تفصلش منك وتعمل عرق. وما تغطيهاش، يعني اول ما تضيفي الثوم ما تغطيهاش. واول مره تشوفيني ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب وكده. بصي التوم التومه خدت اللون الذهبي معايا، وهنزل بيها على الملوخيه الخضراء بطريقه امهاتنا وجدودنا، وتجربيها وطعمها جميل جدا كده. خلاص نزلت عليها ورجعت تاني بيها في الكازارولا، وما تغطيهاش علشان لو غطيتيها هتفصل منك ولونها هيتغير. يا دوب تاخد غليه بس مع التومه وخلاص كده. واهلا بيكي في مطبخ شيزان تاج الدين، وما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب. يا رب ننول اعجابكم في كل حاجه اقدمها. كل سنه وانتم طيبين ومع الف سلامه، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. وجربوها وادعولي واديني دعوه حلوه، وما تنسيش اللايك والشير. ومع الف سلامه في مطبخ شيزان تاج الدين. مع الف